توفي صباح اليوم الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي بعد صراع طويل مع المرض، حيث خضع لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية. توفي عن عمر ناهز 89 سنة. وكان الإعلامي مفيد فوزي في آخر ظهور تلفزيوني له مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار، تحدث عن تفاصيل حالته الصحية والعملية الجراحية التي كان من المقرر أن يجريها. مفيد فوزي سعد من مواليد 19 يونيو 1933، ديانته المسيحية، مكان ولادته محافظة بني سويف. تزوج من الإعلامية الراحلة أمال العمدة في الأول من مايو عام 1968، والتي توفيت في 11 مارس 2001. أنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي. وقام مفيد فوزي في عالم الصحافة والتلفزيون بحوارات مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية، ويعد أول من قدم فكرة تلفزية الصحافة أو تصحيف التلفزيون، والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التلفزيونية على شاشة التلفزيون المصري، تتلمذ على يد أحمد بهاء الدين في بداية مشواره الصحفي في مجلة صباح الخير.